تحويل فكرتك إلى محتوى. يعني فكرتك ديت لازم أولا تكون حضرتك فاهمها كويس. طيب هو في حد مش فاهم فكرته؟ إزاي أفهم فكرتي كويس؟ يعني هديك مثال، لو حضرتك صاحب أكاديمية قرآن أو صاحب أكاديمية تعليمية وعندك فكرة لإنشاء أكاديمية، دي ما اسمهاش فكرة. الفكرة هو أنا إزاي أدخل في السوق ده، وإيه الطفرة اللي أنا هعملها، وإيه الفكرة بتاعتي اللي لو دخلت فعلا السوق ده هتكون فكرة مختلفة. يعني لازم فكرتك ديت تكون حاجة فعلا مميزة للسوق، وإلا هتكون زيك زي الناس اللي موجودين، مفيش أي فرق خالص. طيب في 3 أمور لازم تاخد بالك منهم جدا في تكوين الفكرة. هل ينفع أخش السوق بفكرة هي أصلا موجودة؟ ينفع تحصل كده، بس في حالة ان السوق بتاعك او الجمهور بتاعك اكبر من الناس اللي موجودين في السوق. دي حاجة. الحاجة التانية ان الفكرة بتاعتك تكون بتضيف حاجة للسوق. يعني هي ممكن تكون مثلا انا داخل اعمل اكاديمية تحفيظ قرآن، ولكن كل الناس بتحفظ بالطريقة الفلانية وانا هحفظ بالطريقة الفلانية. كل الناس بتعلم فقه بالطريقة الفلانية بس انا هعلم بالطريقة الفلانية. كل الناس بتعلم باساليب دراسة معينة لكن انا هدخل هغير الاسلوب ده. اذا هنا فكرتك فيها حاجة اسمها عنصر قوة، ده لو دخلت بيه تقدر تقتحم السوق مباشرة.